بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني انا هتكلم في الاول على غاية الحمام. يعني هبدأ بغاية الحمام في مصر. يعني بدأت من امتى او الحمام الغزار ده دخل في مصر من امتى؟ اولا احنا هنرجع على الحمام عامة. الحمام ده دخل مصر في ايام الفتوح الاسلامية، يعني حاجة من قديم الازل. وبعدين كان الحمام الغزار المصري موجود من قديم الازل، برضو موجود في مصر، بس ما كانش غير منتشره بهذا الوضع. لكن الحمام موجود من ايام الفتح الاسلامي، من ايام الفتح الاسلامي موجود. وبعدين الغيه دي بدات تنتشر في العصر الفاطمي، غيه الحمام الغزار المصري بالاخص في ايام العصر الفاطمي. لكن الحمام كان موجود من ايام قدماء المصريين، يعني الحمام الغزار المصري ده موجود من ايام قدماء المصريين، وكان موجود في الصعيد، في مرسوم على المعابد في جنوب الصعيد. يعني بص، الحمام كان من قديم الازل الحمام الغزار، بس انتشرت هذه الهوايه في ايام الدوله الفاطميه، لان الفاطميين هم اللي ازدهرت هذه الهوايه. وكان من الدعابه اياميها، يقول لك كان ناصر ابن قلاوون كان حاكم مصر في ذلك الزمان، وكان من حبه المولع في غاية الحمام الغزار ترك دولته لأبنائه، لأنه هو كان بيحب هذه الهواية. لأن الهواية دي بتبعد البني آدم عن حاجات كتير. هي هواية جميلة وغاية جميلة، وأنا بعتبرها من أحسن الهوايات اللي موجودة كانت في مصر، أو موجودة لغاية وقتنا هذا. لأن الهواية دي بتبقى فيها شيء سيكولوجي بالنسبة للشخص، يعني حاجة في علم النفس، ان هو هواية الحمام دي بتبقى تعتبر هي اكسير الحياة للشخص. والناس مش متصورة يعني ايه اكسير الحياة. يعني حب هذه الهواية دي بتخليه في انتعاش، وبعدين بتبعده عن الموبقات بقى، وتبعده عن المشاكل، وبتخليه انه يطلع يعيش مع هذه الهواية، او يطلع يعيش مع الحمام، من كان في سطوح او في مكان هو بيربي فيه الحمام. بيبقى عايش فيه سعادة بينه وبين الطير، وفي ألفة بينه وبين الطير، وبالأخص لما بيسيب الحمام، لأن الحمام ده ربنا جعله إنه يطير بألوانه وبأشكاله، تبقى طايرة بجميع ألوانه وأشكاله، وهو طاير. لما بيحط على الغية أو على المكان اللي هو متربي عليه، أو اللفت اللي هو متربي عليه، بيبان شكله وبيبان جماله. خدت بالك؟ فبيعتبر، أنا بعتبر إن الغية دي للبني آدم هي حاجة نفسية. يعني هي الموضوع مش موضوع حاجة عادية. يعني الحمام ده بالنسبة للشخص مش حاجة عادية، بتبقى حاجة فيها سيكولوجية عالية جدا جدا. وبعدين الغاوي، واحد يقول لك ده غاوي الحمام، انا بقول لك ان غاوي الحمام، ودي علميا، انه بيتولد بيحب طيور. بيتولد بينزل طفل بيحب الطيور وبينمي هذه الهواية. في واحد بيغوى بغبغانات، واحد بيغوى طيور كناريا، عصافير، طيور زينة، واحد بيحب الحمام. فيعني دي بتبقى حاجة مرتبطة بحياته، بتبقى ارتباط بحياته حاجة جميلة. يعني الناس مش قادرة تتصور ان هذه الهواية بالنسبة للشخص بتبقى متعته، وبتبقى متعة حياته، وبيضيع فيها وقت. بس انا بحبها انها ما تضيعش وقت البني ادم. يعني البني ادم او الشخص يعمل لنفسه في حياته ان يبقى عنده هواية، وياخد باله منها، وياخد باله من عمله او دراسته كطالب. يعني يبقى منظم في حياته، وتبقى حياته منظمة. يعني ان هو يروح شغله ويجي من شغله، ان كان عنده الحمام يطلع له، خلص الحمام ينزل يقعد مع اسرته، ما يبقاش منعزل عن الحياة في الحياة عامة. يعني يبقى قريب من الناس، وقريب من عمله، وقريب من اسرته واولاده. يبقى يعني مش يعني عايز اقول ان يقدر يفرق ما بين حبه للهوايه وحبه لعمله وحبه لمذاكرته او حبه لاسرته. لانه يعني يفرق ما بينهم هما الاثنين، او ينظم حياته. دي مهمه جدا جدا. وفي نفس غايه الحمام بقى، هنرجع بقى لغايه الحمام. غايه الحمام دي اولا بتحب ان البني ادم يبقى عنده امكانيات ماديه عشان يجيب ويشتري ويودي. يعني الامكانيات الماديه بتسعفه، وهي مش الامكانيات الماديه دي مش هتيجي الا بالعمل والاجتهاد. مفيش حد ربنا بيخلقه كده. يعني حتى مهما كان، يقول لك جبال الكحل تفنيها المراوت، حتى لو عنده فلوس كتير جدا ممكن مع الوقت وما بيشتغلش تخلص. فلازم البني ادم يبقى عنده عمل ويجتهد في شغله وفي حياته،
وبعدين في نفس الوقت بيحب الهوايه، يبقى يفرق ما بين شغله وعمله وهوايته، ياخد باله من اسرته، من بيته ومن اهله ومن من اولاده ومن احفاده. هتبقى الدنيا جميله، وهتبقى الحياه ممتعه، وربنا يدي البني ادم الصحه وطولة العمر. يعني الحمام ده خلي بالك بيطول البال. يعني البني ادم لازم عشان يبقى الحمام لازم يبقى عنده صبر وعنده جلد، لان الحمام من غير صبر ما ينفعش. يعني الغيه بتحب بتحب المال وبتحب الصبر وبتحب العمر. الثلاثه دول لما بيبقوا داخلين مع بعض او موجودين مع بعض في الشخص بتبقى الحياه جميله قوي. وبعدين يبتدي يقتني البني ادمين. يعني الطيور على اشكالها تقع. واحد يقول لي يعني ايه الطيور يا عم ماهر على اشكالها تقع؟ يعني لما يجي يصادق غوايه الحمام دول، يصادق الناس المحترمه، ما يصادقش واحد يكون مش كويس، وما يقعدش مع واحد ما بيحبوش، لان لو قعد مع واحد ما بيحبوش هتبقى القعده مش سعيده. يعني ياخد باله من الناس اللي هو بيتقرب ليها وبالناس اللي هو بيختلط معاها. ان هي بتجمع، دي حقيقه، وبتجمع ما بين الناس كلها والفئات كلها، بس لما يجي يصادق في الغيه يصادق الناس اللي هي في مستواه فكريا، وفي نفس الوقت لا يتعالى على الناس. يعني يحب الناس ويقرب الناس منه، وفي نفس الوقت ما يتعالاش عليهم، لان العلا لله وحده. يعني العلا لربنا، وحب الناس للبني ادم ده كنز كبير جدا يا جماعه. ان الناس تحب واحد، الناس لما تحب واحد ربنا يحبه. يعني من حب رب حب فيه عبده. فتقريب الناس ليه، وان هو يبقى بيحب الناس وما يتعالاش على الناس، ويبقى لو في معلومه يقولها ما يخبيهاش، ودايما ينصح الناس بالمعلومه، وتكون المعلومه فيها شيء من الصدق، لان هي لو ما فيهاش من الصدق هتبقى مش هتبقى حاجه كويسه. فانا بقول للي بيحب الحمام ده وبيغوى الحمام لازم يكون صادق مع نفسه. وبعدين لما يتكلم في الحمام ما يجيبش سيره اشخاص، لانه هو يعني يقول معلومه ويتكلم في الحمام، لكن ما يجيبش سيره اشخاص. وممكن الهوايه يختلفوا مع بعض، لانه هي هذه الهوايه او الناس في الحياه في الدنيا يعني دايما اتفقوا على الا يتفقوا، ما بيتفقوش. كل واحد ليه مخ بيمشي بيه، وكل واحد ليه. يعني برضو انا بعتبر ان الغيه دي عباره عن سن وعمر وزمن، مش واللي ملوش كبير يشتري له كبير يا جماعه. يعني الكلمه دي كانت تسمعها دايما من الناس بتوع زمان، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لانك انت ما اتولدتش فاهم. انت بتفهم مع الوقت ومع السن ومع الخبره، وان انت بتقعد مع واحد اكبر منك بيقول لك بيعلمك، حتى في الحياه في اسلوب الحياه. ولما واحد يتكلم في الحمام هو حر ما يتكلم في الحمام، كل واحد حر. ما تجيش الناس عشان هو بيتكلم في حاجه وهو متاكد منها، هو شخصيا مقتنع يتكلم. لكن بقى ما فيش بقى واحد تاني بقى يبتدي بقى يلاقيه بيتكلم يبتدي يقل ادبه. ودي بقى السلوكيات اللي هي موجوده في الوقت الحاضر، ان لما يلاقي واحد بيتكلم في الحمام والناس بتسمع له يبتدي يغير منه اعداء النجاح. واعداء النجاح دول موجودين في الدنيا كلها مش في الحمام بس. والبني ادم بيبقى ناجح ليه؟ بيبقى ناجح لانه هو يعني مجتهد وشاف ومارس. هو اللي بينجح ده ما بينجحش كده من فراغ. يعني وبعدين ممكن واحد يبقى عنده حمام كويس قوي وما عندوش فكره عن الحمام، جاب جوز كويس وفرق وبقى عنده حمام كويس، لكن هو ما عندوش فكره عن الحمام، او فكرته قليله، بس ربنا رزقه طعمه. يبتدي يفتري بقى على الناس ويبتدي يقل ادبه على الناس. لا، ما يقلش ادبه على الناس وما يفتريش على الناس، عشان ربنا زي ما اداك ياخد منك. هو ما اداكش، هو اداك وممكن ياخد منك في لحظه، دوام الحال من المحال. اوعى تفكر ان في حاجه هتدوم لاي بني ادم، العمر بينتهي. والعلا لله. فانا بنصح الغوايه الحمام اللي يعني انهم يبقوا في بينهم وبين بعض في اسلوب حضاري، يبقوا يحبوا بعض ويحترموا بعض ويتبادلوا مع بعض الاراء. والغيه دي مثامره. يعني واحد يقول لك واحد عنده احسن حمام في الدنيا وقفل على نفسه وما يقعدش مع حد يزهق. يعني انا احيانا ما بقعدش دلوقتي، كان زمان واحنا صغيرين بنروح هنا ونروح هنا ونقعد في قهاوي ونتجمع مع الناس الكبار ونتعلم منهم. دلوقتي ما ينفعش الواحد يقعد يعني السن لا يسمح ان الواحد يروح في قهوه، يقعد في قهوه ويقعد مع شباب صغيره، ما ينفعش. فانا ممكن انزل سوق الحمام
اقعد شويه كده اغير جو، اشوف ده واشوف ده واشوف ده كده جمعه في يوم في الاسبوع. خدت بالك؟ عشان السامر برضو مع واحد واثنين وثلاثه، ومع الشباب الصغيره والناس خلي بالك بيحبوا اللي بيديهم معلومه بدون تعالي. يعني انت تدي معلومه في الهوايه بدون ما انت تتعالى على حد، ما تتعالاش، لان العلا لله وحده. خدت بالك؟ وبعدين يعني غيه جميله وغيه ممتعه وغيه فيها شيء من علم النفس بيلعب دور كبير جدا فيها. ان انت لما تقعد مع واحد تتكلم في الحمام بتحس بالراحه النفسيه، وبعدين هو يقول لك حاجه وانت تقول له معلومه وده يقول له معلومه. وان الغيه دايما بتحب التجمع، يعني بتحب الناس تتجمع. وانا مع المعارض خلي بالك، وانا من الناس اللي بحب المعارض وبحب الناس انها تشوف الحمام، لان الناس ما شافتش الحمام ساعات ما بتطلعش اسرع ومحدش بيطلعها يتفرج على الحمام. لكن في المعرض بيشوف الحمام وبيتعرف على الناس وبيبقى في ألفة بينهم وبين بعض. وبعدين ده مجال مفتوح يعني لكل واحد ان هو يبقى عنده حمام كويس ويقتني حمام كويس. اقتني ويبقى عندك حمام كويس، لكن ما تهاجمش الناس، ما تقلش ادبك على الناس، ويبقى عندك حمام كويس تبتدي تفتري على الناس. لا، لان زي ما قلت ربنا زي ما اداك ياخد منك. حبب الناس فيك، ما تتكبرش عليهم، ما تبقاش كثير الكلام وتبقى لا ده ما عندوش، لا ده عنده، لا مش لا. ياما ربنا بيخلق يا حبيبي، اوعى تفكر ان الحمام اللي عندك ده ربنا ما خلقش زيه، لا، لان اللي طالما ربنا جابه هيجيب احسن منه زيه. لان ياما ربنا بيخلق في البني ادمين والحيوانات والطيور في كل حاجه في الدنيا ياما ربنا بيخلق. يعني انت لما يعني اوعى تفكر ان في حاجه ما فيش زيها في الدنيا، لا يا حبيبي، ياما ربنا بيخلق. خدت بالك؟ فانا يعني بدي نصيحه للهواي انهم يبقوا يحبوا بعض ويحترموا بعض ويحترموا اراء بعض وما يتكبروش على بعض. وبعدين لو هم ممكن يختلفوا، والاختلاف لا يفسد للود قضيه. يعني ممكن انا اختلف معاك وانت تختلف معايا وبعد كده نقول عادي، لكن ما تبقاش بقى حرب ضروس وتسلطوا ناس على ناس ويشتموا الناس وحاجات اللي انتوا بقى عارفينها. يعني خدت بالك؟ لان يعني انا بعتبرها دي من سوء في غايه الحمام. يعني الحاجه السيئه جدا في غايه الحمام ان الناس تهاجم بعض وتقل ادبها على بعض. والمفروض انت عندك حمام كويس ربنا يزيدك يا رب. مش معنى ذلك ان انت عندك حمام كويس انا ابتدي اهاجمك، لا، وابتدي اقول لا ده فلان وده يقول علان. لا، انا يا جماعه بحب الناس تبقى تحب بعض وتحترم بعض، ودايما لما الناس بيبقى فيه حب وموده ورحمه بينهم وبين بعض بتبقى فيه صله رحم بينهم وبين بعضيهم. فده يعني كلمتين كده انا بقولهم عابرين. عايزين بقى نرجع بقى على الحمام والوان الحمام واشكال الحمام. طبعا الوان الحمام واشكال الحمام الوان كتيره واشكال كتيره، وكل لون ليه مواصفات وكل لون ليه شكل معين. وانا ضد دخول الحمام كروسات في بعض. يعني انا احب دايما البيوت الاحمر على الاحمر، الاسود على الاسود، القطاطي على القطاطي، العنبري على العنبري. يعني انا ضد اللي ان واحد يدخل الصافي